محققة شرطة بتقدر تحقق في قضية خطف البنات اللي بيموتوا في قصر مهجور من 15 سنة بسبب مذبحة حصلت ومات فيها كل أهل القصر. بس بتتفاجئ إن القصر معروض للبيع، وبتقرر تكون حارسة لصاحبة القصر علشان تكتشف القاتل. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا عن قصر تشانج من سنين لما كان ملك لعائلة تشانج للصناعة، وكانت صاحبة القصر شاكة إن في شيطان في القصر وإنها جابت طارد أشباح علشان يطرد الأرواح اللي موجودة فيه. وكانت طريقتهم مشهورة بأغاني الأوبرا للأشباح علشان يتحكموا فيها. وفي ليلة العيلة كلها كانت ميتة، ومن وقتها القصر بقى مشهور بقصر الشبح. وبنرجع للوقت الحالي وبتظهر المحققة هودي محققة في مركز الشرطة، وبتكون مستخبية قدام القصر لأن القصر بيظهر فيه كل فترة جثث بنات منتحرة. واتشهرت القضية دي بقضية تجارة في البشر، وبتكون المحققة هودي مستنية أي حد من المجرمين يظهر. وبنلاقي إن في راجل جاب بنات وبيعذبهم وبيعتدي على واحدة منهم وبتموت، وبيؤمر المساعد بتاعه ياخدهم ويوديهم للقصر ويربطهم بحبل علشان يبان إنهم انتحروا. وفي الوقت ده بيحس المساعد إنه سامع صوت غريب بعد ما علق الجثة، وبيشوف جزمة قديمة بتتحرك لوحدها، وبيحس إن في حد بيخنقه. وفجأة بيشوف بنت وراه، وبتسمع المحققة هودي صوت من القصر. ولما بتدخل بتتفاجئ بالراجل مقتول، وبتطلع لفوق وبتشوف بنت جميلة وبتستغرب هي ليه موجودة هنا. وبتاخدها علشان تحقق معاها في مركز الشرطة، وبتفضل تسألها من غير ما تجاوب. وفجأة بتعد البنت دي لحد 3، وبيجي مدير المركز وبيقول لهودي تخرجها وإنها تشاوي البنت الوحيدة لرئيس الغرفة التجارية وجاية تشتري القصر. وبتكون هودي رافضة تخرجها ومستغربة ظهورها في الوقت ده، بس مديرها بيقول لها إن المجرم ظهر ووقع مقتول، عاوزة إيه تاني؟ وبتتقطع الكهرباء. وبيجي المفتش الكبير وبيقول لهم إنه مش عاوز قضية الخطف دي تطول أكتر من كده. ولما بيمشي مدير هودي والمفتش بتبص وراها وبتشوف خاتم، وبتروح ورا تشاوي علشان تسألها الخاتم ده بتاعها ولا لأ. وفي الوقت ده بيكونوا متجمعين 4 من رجال الأعمال المعروفين واللي مسؤولين عن العصابة، وما بيكونش عاجبهم اللي تشاو عملته لأنها كده هتقضي على عمليات الخطف وجرائم القتل بتاعتهم. وبتروح هودي لتشاو البيت مع المساعد بتاعها كايو، بتعزمهم تشاو على العشاء وبتسألها هودي عن الخاتم. هو بيدخل الخادم بتاع تشاو وبيقدم لهم الأكل، وبتقول لها تشاو إن الخاتم بتاعها وإنها جت هنا علشان تشتري عقارات، والقصر أكتر مكان مناسب علشان تبني فيه دار رعاية الأطفال. وتاني يوم بتكون تشاو قاعدة مع مستر تشانج والمفتش، وبيعتذر لها على دخول هودي لبيتها من غير استئذان، وبتقول له تشاو إنها مش ممانعة، وبتعرض عليهم هدايا زي الرشوة. وبيرفض المفتش الهدايا، وبيكون مستر تشانج عاوز ياخدها. وبتسألهم عن قضية القصر اللي حصلت من 15 سنة، وبيقول لها المفتش إن الملفات اتحرقت ومش موجودة من وقتها. وبتطلب منهم تشاو يعينوا ليهم حارس شخصي، وبيقول لها المفتش إن مفيش حراسة شخصية من الشرطة. بس بتقاطعهم هودي وبتدخل وبتقول لهم إنها متطوعة تحرس تشاو، وبيزعق لها المفتش وبيقول لها تبقى تستأذن قبل ما تدخل بعد كده. وبتمشي هودي مع تشاو علشان تحرسها، وبتروح لمكان التجارة زي السوق السوداء، وبيكون المكان كله ناس غريبة. وهناك بتطلع تشاو على المسرح وبتقول بصوت عالي إنها عارضة مبلغ كبير جدا على أي حد هيقول لها على اللي حصل في قصر تشانج من 15 سنة. وبتيجي طفلة صغيرة وبتدي الهودي ورقة، وبتطلع هودي وبتنزلها من على المسرح لأن كل الناس بيكونوا خايفين. وبتاخدها للعرافة، وأول ما العرافة بتسمع عن الحادثة وشها بيتغير، وبتفتكر إن تشاو من الأشباح، لكن بتقول لها تشاو إنها لازم تعرف كل حاجة. فبتقول لها إن من وقت الحادثة كل اللي في القصر ماتوا وبقوا أشباح، وبيظهر الشرطي تشانج وبيكون قدامه ملف القضية اللي قال إنها اتحرقت. وفجأة بيظهر ورا العرافة واحد من أفراد العصابة ال4 ومعاه رجالته، وبيجروا وراهم وبيشوفهم كاي مساعد هودي، وبيحاول يلفت نظرهم ليه علشان يهربوا. وبيفضل الشخص الأصلع من العصابة يطاردهم، وبتكون مهارته القتالية شديدة جدا، بس هودي بتكون أشطر منه وبتقدر إنها تضربه بالسيف بتاعه وبيموت. ولما بتيجي تهرب بيحاصرها كل رجالة العصابة، بس بيظهر تشانج وبيروح لرئيس العصابة وبيقوله إن هودي دي تبقى بنته، وبيقوله بصوت واطي إنه هيديله المقابل اللي هو عاوزه. وبنعرف إن تشانج أبو هودي ومديرها في الشغل، وبيحذرها وبيقول لها إنها تبعد عن القضية دي. وبيتجمعوا العصابة تاني بعد ما مات واحد منهم، وبيقول لهم الرئيس إن تشانج عرض عليه 3 تذاكر مرور للمزاد المهم اللي هيدخلوه. وبيروح تشانج للمفتش فانج وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له إنه وصل في الوقت المناسب.
وبيخرج من عنده وبيروح لبنته هودي وبيزعق لها، بس هي بتقوله ان اللي قتلته كان عليه وشم عصابة النمل الابيض، وبتقوله ان دي نفس العلامة اللي ظهرت على جسم تاجر الاعضاء في قصر تشانج. وبيوصل كاي وبيقاطع كلامهم وبيقول لهودي ان تشاو عاوزة تعمل حفلة للأوبرا، وبتروح لها وبتحذرها انها ما تعملش كده، بس تشاو بتقول لها انها ما بتخافش من الاشباح وما بتعترفش بيهم. وبتلبس المغنية اللي جابوها وبيقف معاها مستر جو الخادم بتاع تشاو وبيعمل لهم فقرات سحر اتعلمها، وبيختفي وبتظهر مكانه عروسة وبتستغرب هودي انها مش سامعة صوت غنى. وبتاخد تشاو وبتخرج تشوف المغنية وبتشوف هودي العروسة بره تاني وبتفتكر ذكريات ليها قديمة وبتفقد الوعي. وبتيجي المغنية وبتحاول تقتل هودي، بس فجأة بيظهر ناس كتير في القصر وبيظهر حذاء مطرز وبتموت الخدامة من اللي شافته بالسكتة القلبية. وتاني يوم بتروح هودي لتشانج ابوها وبتكون شاكة فيه بسبب اللي حصل، وبتقوله انه هيخليها تشك انه من العصابة. وبتروح الشرطة وبتحقق في موت المغنية وبيلاقوا على دراعها علامة النمل الأبيض. وبيكون موجود مفتش الشرطة فانج، وبيجي واحد من الضباط وبيقول لهم على زوج الأحذية المطرز، وبيكون فانج عاوز ياخدهم في التحقيق، بس بتيجي تشاو وبتقول لهم إن الحذاء ده كان في بيتها ومن ممتلكاتها. وبتقعد بعدها تشرب شاي وبيجي الخادم جو وبيقدم لهم كيك جميل، وبتقوم تشاو وبتبهدل وش هودي بالكيك وبيفضلوا يهزروا مع بعض. وبتقول لها تشاو انها محظوظة لان ابوها بياخد باله منها، لكن هي ابوها مختفي على طول. وبتقول لها ان ابوها بيحميها من الناس كلها وانها اهم حد بالنسبة له. وبتجبر تشاو هودي انها تلبس فستان، وبيكون كاي سامحهم ومتحمس انه يشوف هودي بلبس كلاسيك. وبينزلوا من العربية وهم لابسين فساتين جميلة وبيروحوا المزاد. وبتشوف هودي أبوها واقف مع واحد وبتقول لكاي يراقب أبوها، وبيدخلوا المزاد وبتفضل تشاو ترفع في السعر، والعصابة بيكونوا بيرفعوا السعر بالتذاكر اللي وفرها لهم تشانج لحد ما بتعرض تشاو 200,000 وبيعرضوا 250، وبيكون ده كل المبلغ اللي معاهم. وبيفوزوا بالمزاد وبيخرج رئيس العصابة وهو فرحان، بس بتقابله تشاو وبتقوله إنها خدت 250,000 لأن الشركة اللي عاملة المزاد شركة أبوها. فبيعرض عليها رئيس العصابة تروح معاه الكازينو علشان تخسر ويعوض الفلوس اللي خسرها في المزاد، وبيكون متضايق من خداعها ليه. وبتحاول هودي تنصح تشاو ما تروحش، وبتروح معاه الكازينو وبتراهن بكل الفلوس اللي معاها وبتخسر، وبتراهن بورقة القصر اللي معاها وبتكسب بالصدفة في آخر مرة. وبتصدم رئيس العصابة وبيقول لرجالته يهاجموهم وبيفقدوا الوعي. وبتفوق هودي وبتلاقي نفسها مربوطة في مكان غريب وبتنادي على تشاو، وبتكون مربوطة وقدامها الراجل اللي بيقتل البنات. وبيكون كاي بيراقب تشانج أبو هودي وبيروح لحد القصر، وهناك فجأة بيفقد الوعي. وعند هودي بتحاول تحرر نفسها وبيكون القاتل هيقتل تشاو، بس هودي بتقدر إنها تفك الحبل اللي مربوطة بيه، وبتقع حديد على الراجل وبيفقد الوعي، بس بيقع من ايد هودي القماشة المطرزة اللي امها سابتها لها قبل ما تموت، وبترجع تاخدها. وبيكون الراجل فاق وبيضرب تشاو بالسكينة، وبتضربه هودي وبتحاول تهرب. ولما بتطلع من السلم بتلاقي الطريق مسدود، وبتكون تشاو بتنزف وبتلاقي هودي فتحة صغيرة في الحيطة، ودي اللي كانوا بيستخدموها لما بيحطوا الجثث في القصر. وبتطلع وبيكون كاي فاق وبياخدوا تشاو للمستشفى، وبيطمنهم الدكتور وبيقول لهم انها حالة نادرة وقلبها في اليمين وعلشان كده هتعيش. وبتتحل القضية وبيتقبض على آخر فرد من أفراد العصابة، وبيخرجوا البنات المخطوفين، وبتفضل هودي قاعدة جنب تشاو لحد ما تتحسن. وبيكون أبوها مفقود من وقت ما دخل القصر. وفجأة بيجي كاي وبيقول لهودي حاجة وبتخرج بسرعة، ولما بتوصل للمكان بتصرخ لما بتلاقي أبوها ميت، وبتفتكر كل ذكرياتها معاه. وبتكون تشاو فاقت وبتقوم علشان تحضر جنازة تشانج، وبتقول للشرطة هناك إنها عاوزة تحط الحذاء في المزاد وتشوف تمنه، وبتقول لهم كمان يبعتوا حد يخفي الحذاء في القصر. بس هودي بتزعق لها وبتقول لها إن دي جنازة أبوها، وإنها عرفت حقيقتها دلوقتي، وإنها ما كانش هتعمل دار رعاية، واللي فرق معاها الكنز. وبتكون هودي بعد الجنازة قاعدة مع كاي وبتعيط، وبعدها بتفتكر حاجة وبتدخل مكتب أبوها وبتشوف ملف القضية. وبيظهر في الوقت ده شخص غريب وبيتسحب للقصر وبيروح لمكان معين وبيدمره بإيديه، وبيكون ده مكان الحذاء السري. بس فجأة بيظهر 2 لابسين لبس غريب وبيضربهم بمهارته القتالية. وبتيجي تشاو وبتقوله إنها كانت عارفة إنه هيجي، وبيظهر الراجل ده إن هو اللي كان جه زمان علشان يعزف، وهو اللي قتل العيلة كلها في القصر. وبتكون هودي واقفة في القصر وبتسمع كلامهم، وبتعرف إن تشانج كان هو اللي ماسك القضية، وبتفتكر كل حاجة، وإنها كانت من العيلة المالكة وكان معاها أختها ووقعت وفقدت الذاكرة لما كانت بتهرب من المجزرة اللي حصلت. وبتقول لهم على
كل الخطط اللي عملتها علشان توقعه. وبتعرف هودي ان تشاو هي اختها اللي كانت معاها، وبيقرب الراجل علشان يقتلها، بس هودي بتروح له وبتضربه وبتكون عينه متركبة، وبتقول لها تشاو تحاول توقع النضارة من عينيه وهي هتشغل النور، وبتحاول كتير توقعها لحد ما بتنجح وبتضربه وبيقع، وبتكون تشاو هتقتله، بس هودي بتقول لها ما تقتلوش، وبيكون خلاص هيفوق، وبيجي المفتش فانج وبيضربه وبيقول للراجل انه كده بيخونه، بس بيفوق وبيضربه وبيقتل المفتش وبيحاول يقتلهم، وبيجي واحد وبيقتله وبيشيل القناع من على وشه، وبيطلع تشانج ابو هودي، وبيطلع انه كان متفق مع تشاو من وقت ما كان المفتش فانج شك فيه، وعلشان كده وضح قدامهم انه مات علشان ما يتشكش فيه تاني، وبيقول لهم ان العيلة المالكة للقصر كانت مهتمة بيه، ولما لقى هودي اتبناها وخد باله منها. وبيظهر ان الشخص المقنع التاني هو الخادم جوه، واللي بيكون شخص متخفي وبيساعد تشاو. وبعد فترة بيترقى تشانج وبيكون رئيس الشرطة، وبتفتح هودي وتشاو القصر وبيحولوه لدار رعاية. وبينتهي فيلمنا وبيعلمنا ان مش كل اللي بيظهر قدامك هو الحقيقة، وان في حاجات مختفية عنك ولازم تدور عليها. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات، وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها.